السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام هشام عبد الحي. لو اول مره تشوفوا قناتي عايزاكم تنزلوا تحت الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصلكم منه كل جديد. هنعمل معاكم النهارده بقى كيكه كده اقتصاديه. هنعمل معاكم جاتو شاتو اقتصادي بمقادير موجوده في كل بيت، حاجه تحفه ما شاء الله، والطعم بقى حكايه زي ما انتم شايفين كده. هنقطع لكم حته كده عشان نشوفها مع بعض. بسم الله. غرقانه بقى في الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، ودايبه دوب. بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه من الاخر. شايفين ما شاء الله الكيكه بتاعتنا الجباره دي؟ شايفينها عامله ازاي؟ طريه بقى كده من جوه ودايبه دوب. شايفين؟ تحفه ما شاء الله. لو عايزين تعرفوا بقى الكيكه الخطيره الهشه الجميله دي اتعملت ازاي، يلا بقى نبدا على بركه الله. مقاديرنا النهارده هتكون معانا كوبايتين دقيق، معانا كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر، نص كوبايه كاكاو، باكو باودر وباكو فانيليا، ومعانا 3 بيضات. يلا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. بصوا كده يا بنات، هننزل كده بكوبايتين الدقيق. طبعا الدقيق ده منخول يا بنات 3 مرات، انا نخلاه 3 مرات عشان تبقى الكيكه هشه كده وجميله. وباكو البودر هنفضيه على الدقيق وهنقلبهم كده في بعض بالشكل ده. وبعد ما قلبناهم هنركنهم بقى على جنب. وبعدين يا بنات معانا شفشق الخلاطه اهون. هننزل كده بكوبايه الحليب وهننزل بالسكر كوبايه ونص، وهننزل بنص كوبايه شوكولاته. بصوا كده يا بنات بقى، بعد ما حطينا المقادير كده في الخلاط هنضرب كده المقادير دي. بعد ما ضربنا كده المكونات كده مع بعضها والسكر بتاعنا داب، معانا هنا كوبايه الزيت اهي. هننزل بها كده واحده واحده. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، خلاص كده الزيت خلص معانا والخليط تقل زي ما انتم شايفين. سامعين صوت الخلاط؟ خلاص كده يا بنات الخليط اهون زي ما انتم شايفين كده، عاد كريمي ما شاء الله وجميل. هنحوش منه كوبايه كده بقى علشان نبقى نزين بها الكيكه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. شايفين ما شاء الله يا بنات قوامها عامل ازاي؟ نوتيلا ما شاء الله جميله، تنفع بقى لسندوتشات المدارس، تنفع لتزيين الكيكات، التورت، اي حاجه اللي انتوا عاوزينه. شايفين؟ وخلاص كده يا بنات الكميه الموجوده في الشفشه اهي. هننزل كده بالثلاث بيضات عليهم. بسم الله. وهننزل بالباكو الفانيليا، وهنضرب بقى الخليط ده كده تاني. وبعد ما ضربنا الخليط يا بنات بقى بالشكل ده، هننزل بيه كده على الدقيق. وخلاص كده يا بنات بعد ما فضينا الخليط هنبدأ كده نقلب الخليط كده مع بعضه. على فكرة انا نسيت اقول لكم، انا حسيت ان الكيكة هتبقى لونها فاتح شوية، فانا كنت حطيت معلقة شوكولاتة في الخلاط. نقلب كده لعند ما نضيع الدقيق، ونقلب في اتجاه واحد يا بنات. الاتجاه اللي بنقلب فيه نفضل نقلب فيه على طول. انا حاسه ان القوام تقيل شويه، فانا معايا هنا نص كوبايه لبن حليب اهون. هننزل بها كده لعند ما نشوف كده. اللي نزلت بشويه وفاضل فيها شويه لعند ما اشوف الخليط كده هياخد معانا ايه. ونقلب بقى كده كله في بعضه عشان نضيع الحليب في الخليط بتاعنا.
وخلاص كده يا بنات زي ما انتوا شايفين كده بقى قعدت بالقوام الجميل ده اللي انتوا شايفينه كده اهيا. هو ده القوام اللي انا عايزاه. قعدت كده تمام. انا معايا صينيه اهي، انا حطيت دهنتها زيت وحطيت رشيت فيها شعرة دقيق كده صغيره. وهنبدا كده عشان نفضي الخليط بتاعنا. شوفوا كده ونقول بسم الله ونفضي. وخلاص كده يا بنات بعد ما فضينا الكيك بتاعنا الجميل ده، انا كده مولعه الفرن والفرن سخن. انا هدخل الصينيه دي على الشبكه اللي في النص على درجه حراره 150 يعني لمده نص ساعه كده، وبعد ما تطلع من الفرن هنرجع لكم تاني. لكم تاني يا بنات. وخلاص كده الكيك بتاعنا طلع من الفرن هو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تحفه. وكمان اختبرته كده بالسكينه وطلعت نظيفه هي، يعني استوى ما شاء الله وعد ما شاء الله جميل. انا هركنه كده لعند ما يبرد خالص، وبعد ما يبرد هرجع لكم تاني. قلنا لكم خالص. وخلاص الكيك بتاعنا هو برد اهو ما شاء الله. انا قلبته كده يا بنات على طبق علشان نبدا بقى نحط الخليط بتاعه. بصوا بقى الخطوه دي اللي عايز يعملها يعملها واللي مش عايز خلاص. معانا ستيكس اهون هنعمل خرام كده في الكيك. بالشكل ده. معانا كوبايه حليب هننزل بها كده على الكيك بتاعنا بالشكل ده يا بنات. انا عايزه اقول لكم ان اللي ما عندوش حليب يحط عصير، اللي متوفر عنده اي عصير يسقيها عصير، اللي مش عاوز يحط عليها خالص بقى خلاص تمام بلاش، براحتكم يعني بالشكل ده. بس هي هتطر الكيك وتخليها جميله. خلاص كده يا بنات بعد ما سقيناها الحليب معانا الكوبايه هي اللي احنا كنا شايلينها على جنب، هننزل بها كده على الكيك. شايفين يا بنات قوامها عامل ازاي ما شاء الله، تحفه جدا. ونوزع كده يا بنات بقى الخليط بتاعنا كده بالشكل ده، تحفه جدا واقتصاديه وما فيهاش اي مشكله، والمقادير كلها متوفره في كل بيت. وخلاص كده يا بنات زي ما انتوا شايفين كده وزعنا بقى كده الشوكولاته عليها زي ما انتوا شايفين كده تحفه ما شاء الله. شايفين ما شاء الله عامله ازاي. انا ودهنت الحراف كده زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى غرقانه في الشوكولاته. وخلاص كده يا بنات خلص الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.